انتهت الانتخابات النيابية في العراق، ويوم 7 من أذار الذي انتظره ملايين العراقيين أبى أن يمر بسلام، فحمل معه قافلة من الشهداء والجرحى. 7 من أذار من عام 2010 جرت الانتخابات التشريعية في العراق، سبقتها تحضيرات واستعدادات أمنية وسياسية وتقنية. وليس حال قناة السومرية بمختلف، فقد واكبت السومرية التحضيرات للانتخابات منذ أشهر ولغاية 7 من أذار، وانطلقت في تغطيتها قبل اليوم الموعود بأسابيع وليس بأيام. فكيف كانت أجواء قناة السومرية في اليوم الانتخابي؟ مراسلو السومرية توزعوا في كل المحافظات لمواكبة اليوم الانتخابي ولتغطية كل ما يجري على الأرض دقيقة بدقيقة وساعة بساعة، فكانت تغطية مميزة نقلت كل ما يجري بشفافية عالية وبحيادية راقية. كما حاول مراسلون أن يجدوا حلا وأن يقدموا مساعدة للناخبين الذين واجهوا مشاكل في عدم وجود أسمائهم في مراكز الاقتراع. فريق العمل داخل الاستوديو كان أيضا في جهوزية كاملة، فالعمل بدأ بنشاط واندفاع منذ ساعات الصباح الأولى، وبقي مستمرا إلى ما بعد منتصف الليل. فريق عمل السومرية عمل تماما كخلية نحل، وكانت روح التعاون موجودة لدى الجميع من دون استثناء لتقديم الأفضل والأهم للمشاهد العراقي في العراق والعالم وللمشاهد العربي. قناة السومرية رافقت السياسيين والقياديين والمواطنين في اليوم الانتخابي، وعادت إلى مراكز عملها حاملة معها صورا وأفلاما عرضتها على شاشاتها، ولكن الأهم بالنسبة لها كان الأمل الذي رأته في عيون الناخبين الذين أملوا وصلوا أن يستطيع المجلس النيابي الجديد أن يأخذ العراق إلى بر الأمان، وأن يعيش المواطن العراقي بعزة وكرامة وأمان وسلام. من قناة السومرية التي تبث الحياة والتي تسعى دوما إلى عراق واحد، نتمنى أن يحمل المجلس النيابي الجديد كل الخير للشعب العراقي، وأن يعم الأمن كل الأراضي العراقية، وأن ينعم المواطن العراقي بالسعادة والراحة والبحبوحة.